تفتيش مفاجئ في الزنزانه، والشيخ عصام كان معاه ورق مخبيه مش عايز حد يشوفه. محسوبك بقى خد الورق، قطعته ونفسته في هدومي وطلعت على المحرقه ولعت له فيه. لحسن تكون نسيت، محسوبك سيد القط وجايب خير كتير قوي للشيخ عصام. هعدي عليك هنا بعد بكره الصبح، يمكن ربنا يكون قدرك على فعل الخير يا معلمه. ربنا يديم المعروف. سلام. المية تروي العطشان وتصفي نار المية يا بقولي عيب عيب. فاضل بيه. بعدين ستاي 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 ستاي. هو فاضل بيه مش موجود ولا ايه؟ موجود في انتظارك، اتفضل. ما تبعدوا من هنا احسن. ها ما تقلقش، مش هعمل لك حاجة. ستاي. اتفضل سعادتك، ما تخافش. ابعدوا احسن. ما تقلقش، اتفضل سعادتك. بس بيني وبينك برضه في الظروف دي كلب زي ده ينفع برضه بصراحه. يا حبيبي يا اهلا. ايه يا عم الوحش اللي انتوا طالعينه بره ده؟ يا راجل حرام عليك، وحش ايه ده؟ نسمه. نسمه. تعال اتفضل اتفضل. تعال هعمل لك كاس. الصبح كده بدري يعني. يا سيدي هعمل لك كاس صغير. ايه رايك في اللي بيحصل؟ والله كان لازم يحصل، يعني ما كانش في حل تاني. ايوه فاضل اخويا، بس هو لو كان سلم لعمر سليمان من الاول كانت الناس هدت، ما كناش وصلنا لكده. بص يا ميزو، في حاجات لما تجيب اخرها ما ينفعش ان احنا نطول في عمرها. كده كده كان هيقع امتى بقى، هيقع ازاي، دي مجرد تفاصيل. بس بيني وبينك هو كان طماع. كان عايز اكتر. يا عم هو ما كانش له دعوه باي حاجه اخر كام سنه، الجماعه اللي حواليه هم اللي طماعين وهم اللي جابوا الارض. حبيب قلبي، طب وبعدين البلد رايحه لفين؟ البلد رايحه على فين؟ والله يا ميزو زي ما قلت لك قبل كده، البلد دلوقتي على كف عفريت. بص، احنا لغايه دلوقتي في الامان، بس الواجب بقى اننا نبتدي نحرص. محدش ضامن ايه اللي هيجرى. ايوه، نحرص ازاي بقى؟ نعمل ايه؟ نأمن كل حاجه ونبتدي بارواحنا. حبيب قلبي. هو مش عايز نقلق وانت بنفسك ابتديت تقلق. لا 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 لا، ثانية واحدة ثانية واحدة، أنا ما قلتلكش اقلق، أنا قلت لك حرص. بص يا ميزو، أما الناس يبقى عندها القدرة إنها تنزل الراجل الكبير من على الكرسي، واخد بالك، يبقى كل شيء وارد. الناس اللي مصحصحة بقى لازم تبقى عاملة حساب. انا مش فاهم. هات كاسك وتعالى. يلا. بقول لك، ما فكرتش قبل كده تشتري يخت؟ يخت. حلو يا اختي. امسكه. ايه ده؟ بص على ده كده، ده يخت بتاع واحد شيخ من الخليج، راجل لطيف قوي، معرفه قديمه، حبيبي زي معتز كده. هو سايبه هنا عشان عايز يبيعه. انت عايزني انا اشتري يخت ليه؟ دلوقتي انت قلت لي معاك دهب بقد ايه تقريبا؟ يعني قول 15 20 مليون كده. اتفضل. عظيم. الراجل طالب في اليخت 7 مليون يورو. بص يا ميزو، الواحد علشان يكون محرص مظبوط لازم يكون دايما عامل حسابه على الخلعان. يعني اول ما يحس انهم جايين علشان يعكشوا يقوم كاتت على طول. يخت زي ده وهنا صدقني فرصه ما تسابش. خده معاك في الرجل المدام.
انا ما بقتش فاهمك خالص يا فاضل اخويا بصراحه. اخر مره قعدنا فيها مع بعض في مصر قلت لي افكر كويس واقعد هنا واشوف ازاي استفيد من الموقف. يا سيدي ما انا بقول لك نفس الكلام دلوقتي، انا كل اللي بقوله بس نأمن نفسنا. بص خلينا نحسبها مع بعض. ايه الخطر؟ ايه اسوأ الاحتمالات؟ هيحولوك للنيابه؟ تمام، يعني هيقبضوا عليك، هيصادروا فلوسك، الاصول بتاعتك هتتحط تحت الحراسه، ثم يتتبعوا بعد كده حساباتك اللي بره مصر، يخاطبوا الحكومات اللي هناك عشان تجمد الفلوس بتاعتك، يجمدوا الفلوس اللي هناك، كده بقيت سيادتك في السجن وكمان على الحديده. حبيب قلبي الله يبشرك بالخير. نقوم نعمل ايه بقى؟ نأمن نفسنا ازاي؟ اولا يجوا علشان يقبضوا علينا ما يلاقوناش، نبقى اشترينا اليخت. وكمان ما يلاقوش معانا فلوس علشان يصادروها. كل الفلوس تكون طلعت بره، ما ناقص غير شويه الذهب. حلو. الأصول بتاعتنا بقى تتحول كلها لشركات أجنبية زي ما هنعمل بالظبط في حتة الأرض بتاعت المدام. كده مش هيقدروا يعملوا فيها أي حاجة لأنها هتبقى محمية باتفاقات التجارة الدولية. ايوه، دي بقى هنعملها ازاي؟ نفس الشركة السوري بتاعت الأرض اللي هنسجلها في قبرص هنعمل زيها شركة تانية علشان التوكيلات بتاعت العربيات، وهنعمل شركة تالتة علشان المزرعة بتاعت الطريق الصحراء. من دلوقتي بقى كلم المحامي بتاعك علشان يجهز الورق. نكلمه. هيتبقى كده عندنا الحسابات اللي بره مصر. سيدي عايزة لف ودوران. يا عم نلف وندور، دي فلوس كتيره مش قليله. طيب خلينا دلوقتي كده في حموتها نقوم نبص على اليخت نعينه على الطبيعة، وبعد كده أنا هفطمك على اللي فيها. بس يعني على مالك، خلص كاسك الأول. كاس ايه يا فاضل؟ اهو كاس اهو. امي اتفضل. ايوه انا يا حبيبتي. ها اتفسحتوا؟ لا لسه ما تفسحناش، بس انا ومامي هنروح البحر. انت وحشتيني قوي. وانت كمان وحشني. عايز تكلم مامي؟ ايوه هي جنبك؟ ايوه هي موجوده جنبي. مامي بابي عايز يكلمك. طب يا حبيبتي يلا اطلعي. ايوه يا اسامه ازيك؟ الحمد لله على السلامه. انت رجعت البيت مش كده؟ اه رجعت. وحالتك ازاي؟ انت خلاص بقيت كويس. انا بقيت كويس قوي زي الجن وبعرف اتحرك خلاص. بس الدكتور عايزني اقعد اسبوع كمان في البيت عشان يطمن. طب ما تسمع كلام الدكتور وتقعد اسبوع كمان. انا خلاص مش قادر استحمل، مش طايق، عايز اخرج واتحرك. هشوف. المهم انت عملتوا ايه بعد اللي حصل امبارح؟ ده انا كان نفسي يبقى معايا قنبله نوويه وانزل افجرها في ميدان التحرير. اهدى يا اسامه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ الله يخرب بيتهم يخربوا البلد. وبعدين انتوا قاعدين في مارينا الغردقه وسايبيني هنا لوحدي. انا خلاص هفرقع. اهدى يا اسامه ارجوك وبلاش انفعال وتهور. البلد خلاص ما بقتش في ايدينا ومفيش حد هيسندك، يعني ممكن في ثانيه تلاقي نفسك في مصيبه. طب ممكن لو سمحت بس تسمع كلام الدكتور لما يعدي الاسبوع دوت وتقوم بالسلامه فتعالى على هنا. حاضر حاضر خلاص يا اسامه هبقى اكلمك في ايه. يلا باي باي. رجعتي تتكلمي معاه تاني؟ يعني اعمل ايه يا ماما؟ بعد العلقه الاخيره اللي اخدها ودخول المستشفى ما كانش ينفع اقطعه. ما انت عارفه يا اسامه ده كان ممكن يروح فيه. انت محتاجه تبصي لنفسك شويه يا حبيبتي. ابص لنفسي يعني اعمل ايه؟ دلوقتي انت بقالك 3 سنين متطلقه ولسه ما بقاش في راجل في حياتك. لو فضلتي سايبه نفسك للجنان بتاع اسامه دوت هيضيع شويه السنين اللي فاضله من عمرك. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه يا ماما. كل اللي بيحصل دلوقتي خانقني بجد. انا مخنوق مش عارفه اعمل ايه. ايه يلا يا باشا. انت ما وقفتناش هناك ليه؟ مش ده المركب اللي موجود في الكتالوج؟ بصراحة طبعا ده اللي انت شفته، بس ده نفسي اوريه لك.
بس ده حراق قوي يا ميزو. حرق يعني مش فاهم يعني. لا لا، حراق شويه. ده اصلا ب70 مليون، بس في الظروف الماليه اللي احنا فيها صاحبه خلع وسايب جوز بنته علشان يخلص فيه على 30 مليون. 30 مليون؟ 30 مليون. بقول لك اصلا ب70 مليون. انت عارف ده صاحبه مين يعني؟ عبد الفتاح النادي بتاع المقاولات؟ ايوه يا سيدي، واحد من الناس اللي عملتهم وخلعت اول ما الهوجه دي ابتدت. جوز بنته باد رجوله حبيبي زي ميزو كده. ده بقى اولا فلوسك متصانه، ثانيا حصل احنا خايفين منه نبات ونصحى نلاقي نفسنا في البرازيل. برازيل؟ برازيل بعيده برضه. حلو. لا بس ده حراق قوي. لا نشوف التاني يا عم خلينا في البرازيل. تعالى تعالى ورينا. ناخد فكره. بس هنطلع ازاي ده؟ شعبطه بقى وبتاع. الله 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 الله. اوبا. لا لا، ما انا ايه بقول الحلاوه لك دي؟ ده ملك. تعالى ده ده يشيل كده. تعالى ما تخافش. ايوه، واحده واحده بس عليا بالراحه. هنا مثلا كل حاجه بص ده. اوبا اوبا، ده شغل عالي قوي. سيبك من الوسع، انت بقى جوه قاعد بتشرب سيجاره، المدام قفشتك طبعا فينج شوي والجو ده، وقالت لك اطلع بره. قعدت هنا مخنوق تعمل ايه ولا يكون عندك اي فكره. عيش معايا اللحظه. نزلت لك ايه ده ايه ده ايه ده؟ السكرين، كليباتك، موززك اللي بتتنطط. الله الله، ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا، ولسه المدام دخلت تنام بدري كالعاده، سابتك لوحدك، قمت انت داخل على هنا. انت مش هتزهق لانك انت اول حاجه هتولع النور، هتركز هنا وانت بتتفرج على الفجر الذي يبزغ على جزيره في المحيط. ترابيزه اجتماعاتك، الاورجل الموزيل الصغيره، عايز تكمل الكليبات بتاعتك ولا يهمك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده شغل على كبير يا معلم. جامد ها؟ لا بصراحه 100 100. تحفه. مش عارف اقول لك ايه والله يا ميزو، انا تعبت لك. انا بقول خلينا في اليخت على قدنا. يا عم يخت على قدنا ايه بس وبتاع ايه وتعبت ايه؟ ما الخير كتير. خير ربنا كتير. الحمد لله. الحمد لله. هنودي الفلوس فين يا ريس؟ الحمد لله على البركه. احلم معايا. احلم يابا. الله 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 الله. ايه مش هكلمك بقى عن حمامات الشمس، مش ده حلم هكلمك فعلا. عن ملعب كوره هنا. اتفضل يا سيدي. ادي ادي ادي. ايه حبيب قلبي؟ ايه ده ايه ده؟ كنترول بانل. اوه هوب. جامد ها؟ جامد. ايه اللي جامد دي؟ بس انا يا عم ما اعرفش اسوق الكلام ده. هو انت قبل كده سقت في البحر يا ميزو؟ ولا عمري هتفت حتى. طب ايه اللي هتخليك تسوق ده يا اخي؟ دي ليها صرفه دي، ما تقلقش ما تقلقش. والله؟ طبعا. اتفضل اتفضل. بص، طالما انت جاهز قرشك في جيبك كله محلول. كله تمام كده. نرجع لموضوعنا. الصبح بقى قامت المدام بدري كالعاده وانت مطبق، قعدت عايزه ترغي طبعا معاك زي كل المدامات ما بتعمل. عظيم. ما انتش لاقي لنفسك سبيس. لا، there is a space. مكان مع نفسك لوحدك في الخباثه. عايز تعمل تليفون من تليفوناتك الغريبه المريبه. هنا تعالى معايا. امان هنا ها؟ جدا. يومين ثلاثة وانتوا في عرض البحر او في المحيط، المدام بقى رضيت عنك، ودي طبعا حاجة قليل انها تحصل. جيت بيها هنا على المقدمة وعملت معاها احلى تايتانيك. دي عيشه يا جدع، عيشه. بس تصدق بقى يا فاضل اخويا، انت عندك حق. ال 30 مليون قليل عليه. انا يعجبني فيك يا ميزو انك من البيزنس مان القليلين اللي بتشوف الفرصة وهي طايرة. برافو عليك. امال ايه يا جدع؟ يا ابني ده احنا ما كناش عايشين. خلينا بس في المهم ها، الموضوع الاولاني بتاعنا ها. يعني ايه غسيل اموال؟ ايوه. يعني الفلوس بتاعتك فجأة تطير تختفي.
افرض انك انت دلوقتي عندك 1,000,000 جنيه حساب في بنك، وجيت حولتهم على حساب تاني، كل حاجة هتبقى متشافة ومقرية، وقت ما يحبوا يجيبوك، صح؟ صح. تمام. لكن أنا بقى لو خدت منك 1,000,000 جنيه وأنا شخصيا اختفيت هيجيبونا منين؟ صح. عظيم. طيب افرض إن أنا عندي اسمين، سمير وميكي. سمير وميكي يا سيدي مثلا سمير باع لك حاجة وهمية، تمام، وخد منك الفلوس، وبعد شوية ظهر لك ميكي واشترى منك حاجة وهمية برضه، وراح حاطط الفلوس دي في حسابك في بنك تاني في قصة تانية، وخصم لنفسه عمولة قصاد الشغلانة دي. هيجيبوا مين فين؟ طب ما هيرجعوا لحساب ميكي يا ناصح. يا سيدي هيرجعوا له فين؟ ما هو انت ساعتها هتدي لهم الحاجة الوهمية وتقول لهم هو ده اللي انا اشتريته، وادي المسألة مقضية. حلو، خلاص يلا بينا نعمل الموضوع ده دلوقتي. احنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين بلد شرحة وبرحة كده لسه بتتعامل بالكاش، وفي نفس الوقت البنوك اللي فيها ما بتسألش قوي يعني عن مصدر الفلوس اللي انت جبتها، او ما بتسألش خالص، كله بيتظبط يعني زي ما كانت مصر كده من كام سنة قبل ما يطلعوا لنا بقانون بتاع غسيل الأموال. واحنا هنلاقي فين بلد نقدر نعمل فيها الكلام ده؟ البلد موجودة، والبنوك دي موجودة، والحسابات هتبقى موجودة in no time. طب ما يلا يا عم، مستني ايه؟ كل ده هنعمله واحنا نايمين بنتشمس على اليخت بتاعنا ابو 30 مليون، واللي هو اصلا سعره 70 مليون. ما فيش حاجة احنا محتاجينها غير اللابتوب، وخلي يا عم USB على اخوك. يا سيدي قوم بينا نخلص الموضوع ده دلوقتي. بس ناقص اهم حاجة. هتقولي سمير وميكي؟ لا يا خفيف، ناقص الوهم اللي هنبيعه ونشتريه. طيب يا ريت تبلغ معاليه ان شهير النمرسي اتصل بيه لانه كان عايز يستوضح شويه حاجات كده. مع السلامه. الو، صباح الخير. والله ما كنت اعرف ان سعادتك اللي هترد على التليفون بنفسك. يا فندم، انا عارف ان احنا في ظروف صعبه، بس كلنا في مركب واحده ولازم نعدي لبر الامان. طيب يعني سعادتك تفتكر انهم هيهمدوا على كده؟ بس اللي بتقوله سعادتك ده ما يطمنش. احنا كده يبقى لازم نمشي. ايه؟ معقول يكونوا بيراقبونا؟ التليفونات؟ طب يا فندم، طيب مع الف سلامه. اتفضل سعادتك. ادخل. الاستاذ كريم البيلي بيقول عنده ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل وشوفي يشرب ايه. اوكي. اهلا يا كريم. ازي حضرتك يا باشا؟ جيت في ميعادك. معلش اذا كنت ازعجت حضرتك. لا يا حبيبي، ما تقولش كده. والدك الله يرحمه افضله علينا. ازاي الوالده؟ كويسه الحمد لله، هي اللي كانت قالت لي اجي اسال حضرتك على حاجه. وانا تحت امرك. بص يا شهير بيه، انا محتار جدا ومش عارف اتصرف ازاي، عشان كده جيت لك عشان تشور عليا. من ساعه ما اعلنوا التنحي امبارح وانا ما بطلتش تليفونات، كلمت كل الناس كلمتني، الاعلام اتفور زي ما حضرتك عارف، والوزير مشي والطقم بتاعه مشي وراه، يعني كده انا كمان هاجي في الرجلين وهيطيروني، انا كمان مش هعرف ارجع. ما هو ده كان متوقع يا كريم. انا رايي انك تنسى تلفزيون الحكومه شويه وتفكر في محطه خاصه. انا بتاع الحكومه يا باشا، الوش ده كل الناس عارفه ان هو بتاع تلفزيون الحكومه، لو تلفزيون الحكومه قال لي سلام عليكم يبقى مفيش ولا حد هيرضى يديني حتى فقره مطبخ. بصراحه انا كنت جاي لحضرتك عشان حاجه تانية. خير؟ انا معايا ورق. ورق؟ ورق ايه؟ ورق يا باشا.
احنا كان بيجي لنا تعليمات من مكتب امن الدوله في التلفزيون بيقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه ونتكلم على ايه في مواضيع ايه ونجيب مين كمان ومتاشر بالوزير نفسه. عايز تعمل ايه بالورق ده؟ احنا مش في ثوره ولازم نعمل لها تعظيم سلام، خلاص نقول انهم كانوا بيجبرونا نعمل كده. اجبروك؟ اجبروك ازاي؟ يعني كانوا بينشنوا عليك مثلا بمسدس وانت قاعد قدام الكاميرا، لو ما قلتش اللي هم عايزينه هيضربوك بيه؟ فكر بعقل شويه يا كريم، فكر بعقل. التفكير ده مش هيكسبك اي حاجه، بالعكس هيخسرك كتير، وفي الاخر هتلاقي نفسك لوحدك. وبعدين ما تنساش انت ابن مين وابوك كان وزنه ايه في النظام ده، وما تنساش انت كنت بتقبض كام. دول لو قالوا على الاجر اللي انت بتاخده في الحلقه الناس هتولع فيك بجاز. ما انا ما ينفعش كمان اتركن، ما ينفعش ما ابقاش مذيع تاني، لو ده حصل مش هيفرق معايا حد. بلاش تهور يا كريم، بلاش تهور. اعقل كده، عايزين نفكر ازاي نرجع، وبالتأكيد هنحتاج محطة فضائية وهنحتاجك معانا فيها. ما انا ماما كانت قالت لي على موضوع ان احنا نعمل محطة. عين العقل. بص، اليومين اللي جايين دول هنتعشى مع بعض وتبلغ الوالدة وتبلغ بقية الأسرة، وساعتها بقى هنقعد نتكلم في كل حاجة زي ما سعادتك تحب. أنا هتفق مع راني على ميعاد وبعدين هبلغك بتليفونية. تؤمر بحاجة؟ شكرا يا حبيبي، سلم لي على ماما. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. اسرع كده برضو. روحي جيبيها بقى. انت بقى اللي مش عارفه تمسكيها، شفتي؟ دكتور عمر، مش معقول. اهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مدام شيرويت؟ انا كويسه. دي بنتك؟ بنوتي رنا. تعالي سلمي على دكتور عمر. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا اهلا، دي فرصه سعيده جدا. انا اسعد يا دكتور بجد. طب ما تتفضلوا نشرب حاجه. يا ريت، بس مش هضايقك. لا انا تضايقيني ايه؟ اتفضلي يا فندم. طب رنا العبي هنا، اوعي تروحي بعيد. ها يلا اتفضل يا دكتور. اتفضلي. بقالك كتير هنا في مارينا الغردقه؟ بقالي كذا يوم. انا كمان جيت من كام يوم. كريم وماما سبقوني وانا قلت احصلهم، بصراحه هربانه من كل اللي بيحصل في مصر. حد هيعرف يهرب يا مدام؟ اللي قولي صحيح، ايه اخبار دراسات الجدوى اللي احنا عملناها؟ ما تساليش، انا خلاص دلوقتي على قهوه المعاشات، بس على الله يسيبونا في حالنا وما يودوناش حته تانيه. معاشات ايه بس يا دكتور؟ انت بتهزر ولا ايه؟ وبعدين انت عارف كويس جدا ان انت استاذ مهم جدا في الاحصاء وبحوث العمليات. يعني لو فتحت مكتب استشاري في دراسات الجدوى، مليون الف حد في العالم العربي هيجروا وراك. مين بس هيخاطر بفلوسه دلوقتي في بيزنس في البلد دي؟ كل واحد عنده قرشين بيحاول يهربهم ويهرب وراهم. اتفضلي. ميرسي. بس على العموم يا ستي، انا عندي استعداد افكر في الموضوع اللي انت بتقولي عليه، على شرط انك تبقي شريكتي في المكتب. ما انت برضه بتاعه اقتصاد وبحوث عمليات، ولا انت ناسي؟ بجد يا دكتور؟ انت بتتكلم بجد؟ يا ريت. انت عارف كويس جدا انا بحب اشتغل معاك قد ايه، وبصراحه نفسي اعمل اي حاجه في الفتره ديت عشان اخرج من المشاكل اللي انا فيها. انت عندك مشاكل ايه تاني غير المشاكل بتاع البلد؟ عندي مشاكل كتير قوي. اهلا 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 سياده اللواء. ازيك يا باشا؟ وقابلت العقيد مصطفى فعلا؟ عظيم، هايل، دي اخبار كويسه قوي. المهم ان هو وافق وهيجيب لك الكشوف. عموما ما تقلقش سعادتك، انا بعمل تحريات من سكه تانية هبقى اقول لك عليها ان شاء الله لما اقابلك. قوي قوي. مين هو؟ طبعا، يا سلام، معالي الوزير استاذ فاضل دكتور عمر الديواني ده. طبعا طبعا طبعا، لا انا تحت امر سعادتك وتحت امره. خلاص سعادتك اتفق معاه على اي ميعاد النهارده وبلغني. تحت امرك يا باشا. مع الف سلامه. مع السلامه. الكلام اللي انت بتقوليه ده معناه انه مريض وعايز يتعالج. انا غصبت عليه مره انا وواحده صاحبتي عشان اوديه الدكتور علشان يتعالج. فضل متابع مع الدكتور فتره وبعدين زهق فبطل يروح. مش عارفه اتعامل معاه ازاي.
تعرف يا دكتور، ساعات بحس انا بتعامل مع حد مجنون بجد، مش مجرد حاله كده بتجيله وتروح. طب وكريم ليه ما بيحاولش يضغط عليه؟ يبقى انت ما تعرفش كريم. كريم عمره بيضيع وقت في التفكير في اي حد غير نفسه. بعدين انا اصلا مش محتاجه كريم. انا لو عايزه اضغط عليه عندي مليون سكه لده. بس انا دايما حاطه في اعتباري ان هو ابو بنتي. ما عنديش استعداد ابدا ان رنا لما تكبر تقول انا كسرت بالها. في دي طبعا عندك حق، بس انا مش عايزك تيأسي. هنشوف بس الدنيا هترسى على ايه. المهم سيبنا بقى من المشاكل، لان بجد انا متحمسه جدا لموضوع المكتب الاستشاري. عايزه احمسك معايا شويه. انا مش محتاج حد يحمسني، صدقيني. لو البلد وضعها استقر وانا فضلت هنا وما هاجرتش، هتلاقي يجي وقت اقول لك شبيك لبيك انا بشتغل عندك، قولي لي اعمل كذا انا هعمل على طول. ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ مش معقوله طبعا يا دكتور. لا والله معقوله. بص يا ستي، مش انت عارفه ان انا محاسب في شغلي؟ عارفه. وانت اكتر حد ريحتيني لما كنت بتشتغلي معايا. انا مش بقول كده عشان انت بنت الدكتور محمود البيلي، ابدا. انا بقول ده عشانك. انت بني ادمه حساسه جدا ومخلصه تماما في شغلك. مروه، اطلعي جيبي لي شنطتي من فوق. لا انا مش مصدقه عينيا، انت فعلا قلبك رق وقاعد بتقرا في الورق بتاعي؟ هو يعني معقول مراتي حبيبتي تطلب رأيي في حاجة وما اقولهاش؟ وبعدين برضه فكرت في الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، يمكن نطلع منه بفايدة. طب ولقيت ايه؟ لسه بفكر، بس عموما الورق ده كله كلام فارغ. لو عايزانا نخش المشروع ده لازم تنقي حاجة عليها القيمة. انت انوي بس، وانا هجيب لك احسن ورق معروض في السوق. طيب هنتكلم. ايه ما انت رايحة فين؟ مفيش، زهقانه قلت اطلع اتفرج شويه على المحلات وممكن اتغدى بره. طب بقول لك ايه، انا بفكر ان احنا نعمل عزومة عشاء، نعزم كام حد كده من اللي موجودين في المارينا. انا الفكرة جات لي النهارده لما عدى عليا كريم البيلي. انا منبهره الصراحه بنشاطك، يعني قاعد متحمس وعمال بتقرا الورق بتاعي وتفكر انك تعمل عزومات، وكل ده حصل عشان الريس اتنحى. ما احنا لو نمنا وريحنا هيفرمونا. لازم ندور على سكة نثبت بيها نفسنا. المهم يلا اتفضلي انت، روحي اعملي الشوبينج بتاعك، بس فكري في ميعاد عشان نعزم فيهم الناس. حاضر، باي يا حبيبي. باي باي. يا جوجو يا جوجو يا جوجو، رايح فين يا رايح حبيبي؟ ايه، صباح الخير صباح الخير. ايه خلاص صاحبتها؟ عامل ايه؟ بقى دي اصول يا جوجو، تريل عليها كده من مره واحده. طب افرض دلوقتي جت كسرت باب الفيلا ودخلت وانا ورجب ما كناش موجودين، ايه هتروح مرحب بيها ومتنطط حواليها؟ نعم، امنت لها؟ امنت لها بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ احنا لسه حالا عارفينها اول امبارح. لا 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 يا جوجو، لا، انا كنت فاكرك اجدع من كده. ايه يعني منها نجمة سيما؟ ده برضه يخليك تقع فيها كده من الباب للطاق. ده انت كنت هتاكل الراجل النهارده الصبح. على فكره انا بقالي كتير هنا ومحدش رحب بيا غير جوجو. يا اهلا يا اهلا.
ايه الجمال ده سعادتك؟ اتفضلي. لا انا مش هتفضل، انت اللي هتتفضل معايا. اتفضل معاكي على فين حضرتك؟ هنروح نتغدى في حته بره. عربيتي مع رجا. انا معايا عربيتي. ايه وانت هتفكر كمان؟ ايه ده؟ امال فين مروه؟ وهي يعني لازم مروة؟ الهم ما تنفعش. لا تنفع طبعا. يا لهوي، انت هتقفل عليها الباب يا راجل انت؟ ايه يا بنت مالك مش على بعضك ليه؟ يا حسني يا راجل انت، افرض مروة فتحت عليها الباب دلوقتي ودخلت. تبقى ده عز الطلب. لا يا اخويا ما ينفعنيش كده. صح ما ينفعكش كده. حصليني على الاوضه يا بنت. تالي الرجيم ده يعني خسسك بتاع 2 كيلو الا ربع. اهلا وسهلا يا استاذ رنا، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. بالنسبه للخروف اللي مع الاستاذ رنا يعني. بقى ميرسي، شكرا. ميرسي. لا ده كيلو ونص. بطل. ايه رايك في المطعم؟ تحفه الصراحه، حلوه قوي. يا احسن مطعم هنا، صاحبته فرنساويه. مدام رانيا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مبسوط قوي انك هنا. ميرسي، متشكره قوي. انا حبيت فيلمك اللي هو في الشلالات قوي. الحب بعد خطوتين. شكرا، متشكره. مسيو. طيب حضرتك تختاري لنا بقى. بويسون. اوكي بالنسبه لي. اوكي تمام. على فكره يا مدام، احنا كنا بنتقابل زمان كتير في نادي الجزيره في الفروسيه. ياه، سا دوبوي 20 20 سنه، زمان قوي. بيتهيالي كان بيجي معاك واحده بلوند. برافو يا مدام، ذاكره حضرتك رائعه. على فكره هم هيعملوا الفتره دي مهرجان للخيول العربيه في الغردقه. هنا؟ انا بحب الخيل قوي. سيبوبي لما يجي ممكن تقول لي؟ اكيد طبعا، من عينيا. ميرسي بوكو. عن اذنكم اسيبكم. اتفضلي. ها، قول لي بقى، انت متجوز ولا لا؟ ولا اقول لك انت هتقعد تلف وتدور وتتوهني؟ خلاص انا مش عايزه اعرف. لا خالص، مش مستاهله لف ولا دوران. اتجوزت 5 سنين وبعد كده ما حصلش نصيب. طب وعندك عيال؟ لا. ماشي، واضح انك مش عايز تتكلم في الموضوع ده. براحتك. احكي لي بقى على موضوع الخيول. الخيول العربيه؟ العربيه. يا بنتي بقول لك انا خبير استشاري. اها. خبير جدا في الخيول. اللي بيحصل دلوقتي ده خطر. انتبهوا يا جماعه، الامور تسير من سيء الى اسوء. ان حد يهتم. سيادتك كونفوشيوس كان بيقول ايه؟ الاخطاء كالقطار يجر بعضها بعض. مساء الخير. اهلا 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 معالي الوزير. مساء الخير. فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير. اتفضل يا فندم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه فاضل بيه، المرتين اللي اتقابلنا فيهم كنت عايز اقعد معاك. والله ملحوقه يا فندم، اهي جت من عند ربنا. انا مش عايز اضيع من وقتك كتير، ومع ذلك ندخل في الموضوع. تمام تمام.
طب اسيبكم انا بقى مع بعضكم تدردشوا وتاخدوا راحتكم، ها؟ اتفضل يا باشا. ما نستغناش عنك والله. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطة عملناها زمان سواء كانت مقصودة او غير مقصودة هيشنقونا عليها. مع الوزير انا عايزك تطمن خالص، البلد دي ما زال برضه فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك. اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي. زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطه عملناها زمان سواء كانت مقصوده او غير مقصوده هيشنقونا عليها. مع الوزير انا عايزك تطمن خالص، البلد دي ما زال برضه فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك. اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي. احنا كنا في الوزاره مسؤولين عن تقييم اصول شركات القطاع العام اللي الحكومه ناويه تبيعها. يعني اصول الشركات دي، فرص الاستثمار، الاعباء الفعليه اللي على الشركات دي. بس الحقيقه فاضل بيه ان التقييم ده ما كانش دايما بيبقى فير. معالي الوزير، الدنيا كلها فاهمه حواديت الخصاصه، ومفهوم طبعا ان كان في عمولات بتدفع يعني. لا 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 لا، هي مش عمولات بس، هي حاجات اكبر من كده بكتير. معالي الوزير، وبعدين يعني انا هساعد معاليك ازاي الا لو بقيت صريح معايا وكلمت كده بحريه؟ الحقيقه فاضل بيه ان انا كنت مسؤول عن دراسه جدوى لكتير من الشركات اللي كانت بتنزل اسهمها في البورصه، وكنت بقيم الشركات دي بخسف باسهمها الارض، وكان في صناديق استثمار كبيره مستنيه عشان تشتري اسهم الشركات دي. احنا عارفينها. كانت الصناديق دي بقى لما تنزل اسهم الشركات يبتدوا يشتروا ويعلوا السعر، يعلوا لغايه ما السعر يرتفع. فالناس بقى اللي كانوا عايزين يلعبوا في البورصه، المستثمرين الصغيرين، كانوا بيدخلوا يشتروا الاسهم دي ويرفعوا السعر، يرفعوا لغايه ما السعر يبقى 10 أضعاف القيمه الفعليه. في اللحظه دي الصناديق اللي اشترت تبيع الاسهم وتكسب مليارات. حاجه كده يعني يا فاضل بيه زي شركات توظيف الاموال زمان. لا بس انتوا بصراحه كنتوا اشيك كتير من بتوع توظيف الاموال دول كانوا جلاليه ودون، انما انتوا بقى ايه عملتوا؟ اشي منتدى ديفيس، اشي مؤتمرات في شرم، شويه حركات جامده قوي، مش كده؟ عندك حق. مع الوزير انا لغايه دلوقتي برضو مش قادر افهم المشكله كانت فين بالظبط. المشكله يا فاضل بيه ان انا كنت شريك في الدرة في صندوق من الصناديق دي. ودي في حد ذاتها كانت جريمه اقتصاديه وقانونيه، لانه مش معقول انا بحدد سعر السهم وانا ضارب عليه في البورصه. بس دي مش مشكله، انا كنت متداري ومفيش اي حد يعرف عني اي حاجه لغايه ما حصل مصيبه سوداء. ايه بقى اللي حصل؟ مباحث المصنفات جالها بلاغ في الشركه اللي بتدور الصندوق انها تستخدم برامج كمبيوتر مضروبه. فهاجمت الشركه وتحفظت على الاجهزه والملفات اللي فيها طبعا ان انا شريك في الشركه دي. والموضوع اتحفظ وما حصلش فيه اي حاجه، وخلص على انه بلاغ
في اجهزه كمبيوتر مضروبه، بس بقى هم احتفظوا بالملفات والاجهزه اللي بتثبت تورطي علشان يستخدموها وقت اللزوم. يعني لو عايزين يأدبوني يقدموا. مفهوم. طبعا يا فاضل بيه، في الظروف اللي فيها البلد دي ممكن اي حاجه تحصل. طبعا. انا بقى سالت اللواء علي، قلت له اذا كان يعرف حد في مباحث المصنفات. قال لي يعرف، بس انا ما حكيتلوش اي حاجه. قلت الاول استشيرك، اذا كان ممكن انت تساعدني وتخدمني وتشوف لي اي حد يجيب لي الحاجات دي، اكون متشكر جدا جدا يا فاضل بيه. تمام. طيب اول حاجه هنعملها، اولا صلي بينا على النبي معليك عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا هنتبع الحديث الشريف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. معاليك حكت لي، تمام؟ يبقى معاليك مش هتحكي الجنس مخلوق، ولا اللواء علي ولا غير اللواء علي. اصبر لي فرصه صغيره كده ان انا اتصرف، وبعد كده انا بس محتاج دلوقتي منك لو شويه معلومات حوالين لا جاهزه تمام. دي معلومات عن كل الاجهزه والملفات اللي في ارشيف المصنفات الفنيه، وعندك عناوين مواقع انترنت عليها كل اسماء الشركات اللي اتباعت وتداول اسهمها في البورصه. عظيم. يومين وهرجع معاليك على طول. تمام؟ اشكرك. ما تقلقش. استاذن حضرتك؟ اشكرك. لا عشان خاطري اتفضل. قهوة معاليك ايه بقى؟ لا مفيش داعي. لا قهوة معاليك ايه؟ ساده يا فندم. حالا دي. شكرا. اتفضل. الف شكر. هطلع انا صح زي كل مره وهتشوف. يا سلام. ماشي يا عم. بقول لك ايه، كلمني بكره الصبح. يلا بقى. ايه؟ مش هتعرف تقابلها الليله دي؟ انا نفسي افهم انت ليه ما بتحبش تتكلم معايا؟ ميار، انا دماغي مدوشه وفيها مليون حاجه، فبطلي لو سمحتي زن. انت بتعاملني كده ليه؟ طب لو انت ما بتحبنيش متجوزني ليه اصلا؟ يا بنتي بقول لك بطلي زن، بطلي الزن اللي انت فيه ده. ايوه زعق، كل ما اجي اتكلم معاك تزعق. لما بتبقى قاعد تتكلم مع الست هانم بتاعتك برضه بتزعق لها؟ عارفه لو جبت سيره موضوع تاني مش هيحصل لك كويس. بجد انا زهقت. ايه مالك يا معيار، في ايه؟ والله كده كتير يا شروت، ده حتى مش عايز يتكلم معايا. معلش يا حبيبتي، اهدي كده وروقي. يلا اطلعي جهزي نفسك، عايزين نخرج مع بعض النهارده. مش معقول يا كريم، عارف انا لو مكان مراتك كان زماني ولعت فيك يا اخي. شروات، انا بجد في مصيبه وعندي بلاوي كتير ومش قادر اتكلم في الموضوع ده. ما انتش لوحدك، كلنا في نفس المصيبه. وبعدين ما انت بتعرف تخرج وتنبسط وتتكلم مع الاموره، اتكلم مع مراتك شويه يا كريم. شوشو، انت بالذات عارفاني اكتر من اي حد، فاكيد مش هتعيدي وتزيدي في نفس الموضوع. حاضر، هقفل الموضوع، بس خليك قاعد مكانك لغايه ما مراتك تنزل. اتفقت مع وفاء نخرج نشرب حاجه مع بعض. ماشي. فوق. دكتور عمر الدواني ده من الناس المحترمين جدا، راجل مهذب عالم. صحيح. انا بصراحه النظام القديم ده فيه ناس عايزه الحرب، كله مصايب. انما الناس اللي زي عمر الدواني دول ناس يتبكى عليهم بجد. والله عندك حق يا باشا. انا اعرفه قبل ما يكون وزير. لا والله. ايوه، كان بيجي لنا الداخليه هناك وكان بيدي محاضرات وتدريب وكده. انا بس مش فاهم ايه المشكله اللي عنده وقلقاه قوي قوي اليومين دول. ما قالكش هو الحكايه بتاعت المصنفات الفنيه دي والمباحث والملفات بتاعته والحاجات دي؟ المصنفات؟ لا الحقيقه ما جابليش اي سيره. انا بصراحه ما فهمتش هو كان عايز ايه بالظبط، عمال يجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، حسيته ملخبط كده في كلامه وفي افكاره، وعلى وشه ابتسامه بلاده عجيبه. مسكين. على العموم انا هبقى اقعد معاه بعد كده في ايه. واضح قوي ان المشكله اللي عنده كبيره جدا. والله يا باشا القلق اللي في البلد مخلي كل الناس متوتره. عندك حق يا فاضل بيه. سيبك، خلينا احنا في شغلنا. انا عايزك تتابع العقيد مصطفى وشوف المرشدين دي هي مفتاحنا. انا كلمته
قال لي اللي هو هيجهزهم بعد يومين. انا عارف كويس قوي ان كل حاجه دلوقتي ما بقتش تحت ايده، خصوصا ان هو بره الخدمه. انا بقول يعني نديله يومين كده وبعد كده نتصل بيه عشان مبقاش بس راكبين فوق نفسه وكده. هنديله يوم واحد يا باشا بعد اذنك، واذا هو ما اتصلش سعادتك مشكورا هتتصل بيه ان شاء الله. هقول لك بص، هو احنا كده كده لازم نروح المديريه علشان نشوف اذا كانوا قبضوا على حد من اللي هربوا. بص خلينا الاول نستنى يجيب لنا الكشوف وبعدين نعمل مشوار المديريه ده. ماشي ماشي. المهم طمني، الحاجه ميرفت عامله ايه؟ لا الحمد لله مبسوطه جدا. صحيح. هو بس مش قلقها الا الموضوع بتاعنا ده. والله يا باشا ان جيت للحق انتوا الاثنين لازم تخلصوا من بعض. انا اسف يا باشا، انا اسف والله ما بنام. عارف والله ما بننام. مقدر ده مقدر ده. انا اسف يا باشا، انا قصدي سعادتك والحاجه يعني لازم تخلصوا من القلق ده. صح نفسكم شويه. صح. انا هقول لك برضه يا باشا ده انت قائد كبير. مظبوط. سعادتك باشا سيادتك ما فكرتش قبل كده تعمل تمارين يوجا؟ يوجا؟ وبعدين ما ينفعش النهار كله ما تقعدوا مع بعض تتخانقوا. راحت فين؟ فوفا تعالي. هلو يا شاري. بونسوار يا حبيبتي. بونسوار يا حبيبتي. اتأخرنا عليكي؟ لا لا خالص. طبعا انت عارفه كريم. طبعا هلو يا كريم ازيك؟ ازيك يا وفاء عامله ايه؟ الحمد لله. ميار مراته. اهلا يا ميار اتفضلي. امال فين جوزك؟ جاي على طول. طمني اخبار البرنامج ايه؟ ما عندكش فكره عن ايه اللي ممكن يحصل؟ والله يا وفاء مفيش اي حد عارف ايه اللي ممكن يحصل. هو الوزير فعلا ماشي؟ ماشي مع الرئيس. ماشي لحظه واحده. حضرتك هترمي ولا بتمشيني بس؟ ما بعرفش العبها اصلا. طيب يا بسيطة أوي. شايف الخط ده؟ حضرتك هتحطي رجلك الشولة، تحطي بقى رجلك الشمال بالظبط كده. هتعملي عكس اللي أنا بعمله بالظبط. هتقفلي بقى عينك التانية مش اللي على إيدك. هترمي بدي بس، مش هتحتاجي إيدك كلها. تاخدي نفس كويس. اقفلي عينك التانية. يلا. جرب. جرب نفس كويس بس وتركيز كده. غلط. أول مرة، اتفضلي. جرب تاني. طبعا. لا بصي احنا نرجع نفسنا لورا. ده صوت ميار ده. يلا كمان واحدة. اوف. علشان رميتي دي بقى بثقة زيادة عن اللازم. بصي بتعملي ايه هنا؟ بلعب. طب يلا كفايه. لا مش كفايه عايزه العب. بقول لك يلا كفايه. لا مش يلا. هتقوحيني يلا. راح يا كريم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا مش فاهمه ماله في ايه؟ فيها ايه لما اسلي نفسي شويه بدل ما اقعد هنا كطق؟ مش فاهمه ماله؟ ما ينفعش برضه تعلي صوتك. بعد اذنك. اتفضلي. انا هروح كمان. كريم ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ استاذ شريف ازيك؟ وحشني، انت فين؟ اهلا اهلا. فاضل بيه، ايه الصدف الجميله دي؟ ازيك يا باشا؟ اعرفك كريم بيه. ده كلام برضه تعرفني على الاستاذ كريم البيالي، ده راجل وشه كارنيه. فاضل بيه ابو الروس. تعرفنا قبل كده. اهلا وسهلا. اهلا. بعد اذنك. اتفضل. حبيبي تعالى معانا شويه. ربنا يخليك. ميرسي مرة تانية. يلا سهرة سعيدة. شكرا. أمر حضرتك. في ويسكي؟ في طبعا. في اول بار، في تشيفرز، في بلو ليبلز. في يا فندم. طيب اديني كاس كونياك مبطل ويسكي اصلا، ولو طلبت منك بعدها كاس تاني ما تنتهيش. هو اللي بيشتغل في جهه سياديه اليومين دول بقى فاضي يجي مليان الغردقه ويلعب دارتس وكمان يتفسح ولا ايه؟ ومين قال لك بس ان هو جاي يتفسح؟ يتفسح ايه يا عم كريم بس؟ انت مش شايف الحاله هنا عامله ازاي؟ والله عندك حق يا شريف.
ما هي كل الناس اللي معاها فلوس وتقدر تطلع بره البلد جت على هنا. طب انا بجد اتخنقت من المكان ده، ممكن نروح مكان تاني بليز؟ ما تقلقش يا كريم، على فكره الراجل ده كويس، وكمان صاحب معتز الفيومي من ايام المدرسه، يعني لو احتاجنا في شغلانه يقدر يخدمنا. الست هانم فين؟ في الفستير. مش هتطلب حاجه بقى نشربها ولا ايه؟ وبعدين يا ابو سيد؟ بس يا باشا قمت وسبته طوالي واديته خبر ان انا هقابله بكره. بس يا باشا انا قلبي مش مطمن، يعني حاسس كده ان انا لما اروح اقابله برجليا هلاقي البوليس قاعد مستنيني. لا انت مش هتروح تقابله. امسك. انت هتكلمه في التليفون. رجب هيبقى قاعد على القهوه بيراقب. لا الدنيا امان هيتصل بيك وهيقول لك اتفضل تعالى. هتروح وهتشوف هيوديك على فين. ما تقلقش خالص، ما تقلقش. رجب هيبقى قاطركم وانا وراه. تمام يا باشا. طب لا مؤاخذه لما انا هروح اقابل الشيخ حسام اقول له ايه؟ هتقول له انه وحشك، واخد بالك؟ وهتقول له انك عايزه في شغل. الكلام هيجيب بعضه، فاهمني؟ هتقول له عني، وهتطمنه على امانه وعلى حقه، وفي الحاله دي يا عم يستحق الواجب اللي هيطلع منك ليه، فاهمني؟ ها؟ طبعا يا باشا. تمام. بعد كده هتقول له ان انا عايز اقابله، هتسيب له رقم تليفونك وهتقول له مستنيك على احر من الامر. بس كده يا باشا؟ لا مش بس كده، هتساله على محمود فرغلي. هرب ولا لا؟ عايش ازاي؟ ما هو كمان وحشك. طبعا يا باشا. فهمت ايه المطلوب؟ طبعا يا باشا فهمت. محسوبك سيد القط يفهمها وهي طايره. وده العشم برضه. نشوف بقى سيد القط الاسبوع الجاي هيعمل ايه وفين مهاراته. رقبت يا باشا. مشوار كده صغير لحد مصر. ليه يا باشا؟ انا ما صدقت ان انا اتكنيت هنا ومحدش عارفني. ما اجيبلكش بالمره شاليه على المارينا يا عم سيد. يا جدع مشوار يحتاج سيد القط. تمام يا باشا. بس ايه الشغلانه دي؟ شغلانه مع مباحث المصنفات. ليه يا باشا؟ هرجع تاني لشغل المباحث؟ لا، المره دي انت مش هتشتغل معاهم، المره دي انت هتشتغل عليهم. سيبني بقى امخمخ فيها شويه وهبقى اقول لك. طيب انا هنزل دلوقتي، رجب هيبقى يكلمك ويظبط معاك. سلام. على السلامه يا باشا. الفلوس دي هتروح له. طبعا يا باشا. طمن يا باشا. مع سلامه الله. والله دي فرصه سعيده اني شفتك يا سمير بيه. وانت كمان يا سعاده الباشا. واخبار الشغل ايه؟ شغل ايه يا راجل؟ وفي شغل الايام دي؟ على رايك البلد ما عادش فيها شغل خالص. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. في حجز باسمي عند حضرتك. شرب باسم حضرتك؟ محمود الطويل. الله، محمود بيه. اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا سامح باشا؟ ازي حالك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا سامح صباح الخير باشا. يا فندم. ده الحبايب كلها منوره اهو. منوره بوجودك. ربنا منوره يخليك. بوجودك. طب اتفضل نشرب القهوه في مكتبي. قوي قوي. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل بعد اذنكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لو سمحت عايز اوضه دبل لمده اسبوعين. شرب باسم حضرتك؟ دكتور سمير ويليام. اتفضل يا محمود بيه. قول لي بقى يا سيدي، ايه هو الموضوع اللي مستعجل جدا ده؟ ولا عندي اي فكره، كل اللي اعرفه ان عمي ناوي يستقر هنا، وكان عايز حضرتك عشان يخلص معاك شويه اوراق. ماشي. عموما هو قال لي كلمه لما حضرتك توصل. طيب اتفضل. الو يا انكل، ايه الاخبار؟ محمود بيه لسه واصل اهو. طيب يا سامح، انا جاي لكم. لا 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 لا، خليه يستريح، انا جاي في السكه. مع السلامه. كنت بتقولي امبارح انك عايز تعزم الناس اللي هنا. مظبوط. طب احنا ممكن نعمل ده بعد بكره او بعد كده في اي يوم تحبه. يبقى بعد بكره كويس، عشان انا هكلم الناس واعزمهم. انت في حد عندك عايزه تعزميه؟ انا معرفش حد هنا. طيب انا همشي، عايز مني حاجه؟ بالسلامه. باي باي. مع السلامه. دكتور سمير. شهير باشا ازيك؟ يا اهلا وسهلا. ايه؟ مشاريع جديده في مارينا الغردقه؟ مشاريع ايه يا راجل؟ ما خلاص خربت. لا لا لا، هنلاقي لها حل. المهم لازم نقعد مع بعض شويه. انت نازل هنا؟ ايوه.
كويس قوي، انا هتصل بيك علشان نحدد ميعاد، بس هستأذنك دلوقتي عشان عندي ميعاد مع المحامي. لا اتفضل. سلام. اشوفك بعدين، مع السلامه. ان شاء الله، سلام. اخبار البحر ايه؟ تحفه. حاسه بايه بقى وانت في وسط المايه كده ومفيش اي مخلوق ولا صريخ ابن يومين حوالينا؟ حاسه اني مبسوطه قوي. يعني مش خايفه؟ لا، وخاف من ايه؟ مني مثلا. انت ما تخوفش. هو انت ناوي تخوفني ولا ايه؟ على حسب. على حسب ايه؟ هتسيبيني ابوسك ولا لا؟ انا ست متجوزه. انا بخرج معاك بس عشان حاسه ان احنا ينفع نبقى اصحاب. اصحابه بس. أنا عايزك تريح النهاردة، ومن بكرة تبص على كل الورق، سواء اللي موجود هنا أو اللي في المارينا. وبعدين هنقعد مع بعض قاعدة علشان نعمل العقود ونكتب كل حاجة من أول وجديد. بس الأوراق دي كلها موجودة هنا. كل اللي هتحتاجه هتلاقي سامح بيجهزهولك. من بكرة هيتعمل لك مكتب هنا فيه كل اللي هتحتاجه. على خيرة الله بيه. على فكرة، أنا بعد بكرة عامل عزومة عشاء عندي ولازم تبقى موجود. ده شرف عظيم يا باشا. بس العزومة دي لمين؟ فيها شوية ناس من المهمين اللي جم المارينا اليومين دول. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، وانا هزعل منك ليه؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعينيا، واللي انكتب جواه في قلبك اتاريلي غيري مش ليا، اتاريلي غيري مش ليا، مش ليا. فاضل. لا سيبيني عايش بقى، ايه الغلاسه دي؟ طب نعم. اسمعني. نعم. هتسمعني؟ ايوه. وهتركز؟ طيب، بص يا سيدي، أنا دلوقتي يعني بدور على صديق، حد ينفع أفضفض له، أحكي له عن حياتي، عن مشاكلي، عن علاقتي بجوزي والقلق اللي أنا عايشة فيه. فلما تيجي تقولي عايزة أبوسك، يبقى إحنا مش هينفع خالص نبقى أصحاب، ولا أعرف أحكي لك حاجة من ده. فهمتني؟ جدا. انسي اي حاجه انا قلتها بجد. خلاص اعتبريني من اللحظه دي صديق. لا صديق ايه، اعتبريني اختك. يلا احكي بقى. شرط. اشرطي يا ستي. مش هتفتح السيرة دي تاني. خلاص بقول لك اختك ايه، بس ده ما يمنعش اللي انا حاسه جوايا. انما بهزر معاكي. خلاص بقى قلت لك صديق. شيك هاندز بس. انسي خلاص. يلا احكي لي. عن ايه بالظبط؟ احكي عن القلق اللي جواكي، عن مشاعرك ناحية جوزك. احكي. أنا متلخبطة، مشاعري متلخبطة، مش عارفة إذا كنت بحبه ولا بكرهه. يعني ايه مش عارفة إذا كنت بحبه ولا بكرهه؟ لا أكيد عارفة طبعا. طب هشرح لك. أنا مش عارفة إذا كان هو أصلا بيحبني. أنا بالنسبة لشهير مش حد مهم، يعني اتجوزني كده يتعايق بيا قدام الناس، ممثلة ونجمة سينما، حاجة حلوة كده يفرجها للضيوف. طب هو ينفع برضه إنك تبقي حاسة كده وتبقي مش عارفة إذا كنت بتحبيه ولا لأ؟ ينفع. أصل الحب يعني
مش حاجة سهلة تتفسر أو تتشرح أو كده يعني. لا ممكن طبعا الواحد يشرحها اذا كان يحب ولا لا، بس ده لو عايز. انت مش بتقولي كل حاجه، جواك قلق من نوع تاني. انا من براحتك، ما تثق فيا اكتر من كده ابقى احكي لي. يبقى خلينا نروح. يلا نروح، انا كمان زهقت منك اساسا. يلا. واللي انكتب جواه في قلبي اتاري لي مش ليا. جاهز يا جميل؟ سامح، اه عايزك تجهز مكتب لمحمود بيه وتوفر له كل الورق اللي هو عايزه. حاضر. انا هعمل عزومه عشاء عندي بعد بكره. عايزك تعزم كل الناس المهمين هنا في المارينا، يعني كريم البيلي وعيلته، معتز الفيومي، الدكتور سمير ويليام، وطبعا دكتور عمر. هو فين صحيح؟ لسه شايفه حالا داخل الجنينه. طيب انا هروح له. عموما يا معالي الوزير، انا تحت امرك. اي مشكله تقابلها اعتبرها منتهيه. شاكر جدا يا ست اللواء. وفي اي وقت بقى عاوز تكلمني بخصوص المصنفات الفنيه ومبيعش الحاجات دي تكلمني، محلوله. هيحصل ان شاء الله. الله، ده شهير بيه اهو. اهلا يا شهير بيه. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. شهير بيه النمروس يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. سياده اللواء علي عبد السلام، مساعد وزير الداخليه، سابقا طبعا زي حالاتنا كلنا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل سعادتك استريح. اتفضل يا شهير بيه. لا لازم اتحرك دلوقتي حالا. انا سعيد بلقائك يا ست اللواء. يا ترى سعادتك هنا في المارينا لوحدك؟ انا والحاجه طبعا. طيب انا كنت جاي للدكتور عمر علشان اعزمه على العشاء عندي بعد بكره في الفيلا بتاعتي هنا. يا ريت سعادتك تشرفني انت والحاج. يزيدنا شرف يا فندم، يزيدنا شرف. طب يا فندم، ما تنساش يا عمر. ان شاء الله يا فندم. خلاص عن اذنكم. اتفضل اتفضل يا فندم. انت عارفه يا بنتي يا الهام، من كتر السواد اللي جواكي بقيتي شبه الست اللي في الصوره دي. طيب ها اجيبها بقى يمين ولا شمال؟ يا اختي اي حاجه. انت عارفه المدام بتتعفرت لما بتشوفها معوجه. طب ما تتعفرت ولا تتأمدل حتى، اشمعنى الصوره يعني اللي عايزاها عادي؟ ما كل حاجه يا اختي في البيت ده معوجه. بقول لك ايه، شفتيها وهي بتناديني مروه هاتي لي الشنطه بتاعتي. هو انتوا الاثنين مش ناويين تبطلوا مرقعه وقرف وقله ادب؟ مرقعات ايه حضرتك؟ مش عارفه مرقعه ايه يا حبيبتي؟ ايه ما تنطقي ولا اتخرجتي انت كمان؟ هو في ايه يا مدام؟ في ان انتوا الاثنين واقفين طول اليوم مش على بعضكم وطالعين نازلين تتمسخروا وتتميصوا وعاملين لي فيها هوانم ولا كانكم اتنين خدامات، وانا بقى هبطلكم الاسلوب الوسخ ده. يا مدام ما يصحش تقول لنا كلام زي ده. تعالي علميني اللي يصح واللي ما يصحش. طب والنعمه الشريفه يا مدام، انا ما كنتش اقصد. لا تقصدي يا حبه عيني، وانا بقى اللي بقول لك والنعمه الشريفه لو ما تعدلت انت وهي لا همسح بكرامتكم الارض وارجعكم مصر ماشيين حافين. يلا غوري من خليتي انت وهي. حاجه تقرف. جرالة، مالك؟ مالك؟ ما تتعدل يالا، خليك حامش شوية. الليلة دي لازم يبصم على الكلام، لازم ما يفكرش مرتين. أهم حاجة إن عينه ما تزخش من عينك لحظة واحدة. مالك؟ أنا مش فاهم أنت متحير ليه؟ أقول لك اديله الوش ده. لا بس يعني حط عليه شوية باشن. لا حاجة بين الاتنين يعني.
الثقة. يا عم ما تقلقش، الدخلة الليلة دي متستفة وعالي العال. احنا بس ناخده في مقلب حرامية. انا قلت لك اللي فيها وانت حر. عاوزك وحش، عاوزك مالي مركزك. يا عم ما تقلقش، احنا اجدع ناس نبيع كلام. هو في اجدع من الكلام عشان يتباع؟ انا قلت لك على اللي فيها. يلا يلا بينا بينا. فكرتني، اوعى مرة تانية اشوفك بتريل على المرة، همسخرك. يلا خلي بالك من نفسك. سلام 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 سلام. تعالى يا ابني، شيل الزفت ده وهات لي قهوه ساده برميل. مبسوط يا سيدي؟ قول. بص يا ميزو، اولا التنقيب عن الدهب ده مش موضوع سهل. ثانيا وده الاهم، مين دلوقتي فايق يعمل لك عقود تنقيب على الدهب؟ اصحى معايا. طب هنعمل ايه؟ قلت لي هنعمل ايه؟ اولا هعمل لك عقد بتاريخ قديم لتاسيس شركه للتنقيب عن الذهب، تمام؟ ثانيا هعمل لك عقد قديم برضه بين الشركه دي وبين هيئه الثروه المعدنيه للتنقيب عن الذهب في واحد من المناجم. تمام، والعقود دي بقى كده وكده. ايوه كده وكده طبعا، بس مش اي كده وكده. في جو الفككان اللي احنا عايشينه دلوقتي ده هظبطها لك 100 100. 100 100. وهنعمل ايه بقى بالعقود ديت؟ هنغسل بيها فلوسنا. ما هي دي يا ابني الوهم اللي هنبيعه وهنشتريه. حبيب قلبي. تمام. الحقيقه صح، الحل لو فضل على كده الواحد لازم يهجم البلد دي. على فكرة احنا لنا صديق شغال في جهة سيادية، اقترح اننا نفضل موجودين لاننا اكيد هنلاقي سكة. على فكرة انت تعرف يا دكتور سمير فاضل بيه؟ فاضل بيه مين؟ فاضل ابو الروس. فاضل ابو الروس بيشتغل في جهة سيادية؟ مش انت برضو اللي دخلته الارواح؟ ايوه انا خدته معايا المكان مرتين ثلاثة وعرفته على المكان، بس ما اعرفش حكاية جهة سيادية دي ايه. ما انت اتعرفت عليه ازاي؟ فاضل بيشتغل في استيراد مواد البنا وعنده توكيلات عالمية. تعرفنا على بعض في نادي الجزيرة وعملنا مع بعض عمليتين 3 كبار. بس بصراحة بعد كده قطعت معاه. طب ليه؟ ما هو حضرتك بقى بتقول ان هو صاحبك ومش عايز اذم فيه. بس هو شخصيا ما عمليش اي حاجة، لكن عرفني ورطني مع ناس ولا عصابات المافيا. يا ساتر، ورطة ايه دي؟ عرفني على شركة ايطالي بتصنع مواد البنا على اساس ابقى الوكيل بتاعهم هنا في القاهرة. المهم شوفهم في الاول تقول يا ما هنا ما هناك. تعاقدت معاهم ويا ريتني ما عملت كده. ناصبين عليا لحد النهارده في 15 مليون دولار وعاملين زي الزيبق، لا تعرف تمسكهم ولا لهم ماسكه. انت ما كلمتش فاضل ليه يتصرف معاهم؟ مش هم معرفته برضه؟ قلت له، قال لي هو كمان متورط معاه مش عارف يتصرف. بعد كده بصراحه قطعت معاه لما لقيت مفيش منه فايده. غريب قوي. دي يا عم ميزو السكه اللي انا اقدر امشي لك فيها دلوقتي، بس برضو عايزك تفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما نبتدي المشروع ده. صحيح الورق كله هيبقى متستف وتمام، بس هو في الاول وفي الاخر تاتش، وانت راجل بيزنس مان محترم، ما انتش مزور. يا عم فاضل دوس. محترم مين يا عم؟ يلا العظيم انت فكرك يعني والله انت شكلك هتطلع على نيتك في الاخر وهتوديني في داهيه. انت فاكر يعني ها رجال الاعمال اللي في البلد دي السنين اللي فاتوا عملوا فلوسهم من ايه؟ معظمهم من النصب والتسويق. لا لا مش موضوعنا. اهم حاجه يعني ها الموضوع ده ممكن يتكشف. لا طبعا مستحيل. اصلا وايه اللي هيحصل؟ دلوقتي الحكومه عامله اتفاقات مع كام شركه علشان يدوروا على الذهب في شويه مناجم، مش في كل المناجم، واخد بالك؟ احنا برضو ورقنا هيبقى متستف ممضي مختوم اجراءات تسجيل 100 100، وبنتكلم عن منجم تاني خالص غير اللي هم متفقين عليه. لغايه كده وعظيم قوي. اللي هيشتروا بقى عارفين ان العقود دي كده وكده. ايوه طبعا، امال غسيل الاموال يعني ايه؟
بص، البنوك اللي بتعمل قصة غسيل الفلوس دي لازم تحط في حساباتها ما يثبت انها دفعت لك فلوس قصاد حاجة تساوي القيمة دي. بعد كده العقود دي بالسلامة، خلاص هم خدوا القرشين بتوعهم وصباح الفل. طب يا عم فاضل، يا عم فاضل اديني عقدك يا حبيبي. او اسمع، خدنا انا على قد عليك. شوف يا فاضل اخويا، طالما احنا كده هنغسل شويه الفلوس اللي حلتنا، وكمان عندنا الامكانيه ان احنا نجيب عقود مختومه ونسندف على سنجة 10 زي ما انت ما بتقول. طب ما نعمل كده في منجمين، في 3 بلاش 1، ما هي مناجم مرميه زي ما انت ما بتقول. ده على اساس انك انت ناوي تنقب عن ده فعلا ولا ايه؟ هنقب مين يا عم؟ مش بقول لك انت شكلك على نيتك. هنقب على مين بس ولا هنقب ايه؟ يا سيدي افهمني، انا هعمل فيهم زي ما عملت في الاولاني بالظبط، بس بقى المره دي اللي هيجوا يشتروا مش هنقول لهم ان دي حاجات مضروب. ايه ده؟ لا طبعا يا معتز، ده نصب رسمي. سيبك من حلال وحرام، انما انت مش خايف يعني تروح في داهيه؟ يا عم نصب مين؟ ما اللي هيشتري دول، ركز معايا، اللي هيشتروا هيجوا ينقبوا على الذهب مظبوط، ومعاهم عقود سليمه 100 والنظام الجديد اللي جاي في البلد دي لا عارف ايه اللي اتباع وايه اللي ما اتباعش. وبعدين حرام في ايه؟ ما انت بتقول مناجم مرميه ما حدش بيسال فيها، الحرام فعلا ان احنا نسيبها كده. يا فاضل ابوس ايدك، دي لقمه عيش خلينا نستنفع بيها. لا يا حبيبي استنفع انت لوحدك، انا قلت لك اللي عندي وغير كده انا اسف. انت مش هتتغير من وانت في المدرسه زي ما انت مالكش في البيزنس، بس انا هعلمهولك بس خلينا نخلص من الموضوع اللي احنا فيه ده وبعد كده ربنا يحلها. طيب في بقى حاجه مهمه دلوقتي، اللي هتخش عليهم عشان تبقى لهم منجم مش هتخش عليهم بشويه ورق، يعني لازم كمان نخش عليهم بشويه عينات من المنجم ده. ما الدهب موجود يا عم، ما انا شايله على قلبي من وانا جاي من مصر. يا راجل انا قلت انك انت هتشتري اليخت بالدهب ده. دهب ايه اللي هشتري فيه اليخت يا فاضل؟ يا حبيبي اليخت ده هشتريه بالشيكات، الدهب اللي معانا بقى نخلص بيه الشغلانه دي. طيب في حاجه اخيره، ما ينفعش برضه نخش على الناس بسبايك دهب ودهب مشغول والنوم ده طالع من المنجم، يعني الكلام ده لازم يتسيح الاول وتحط عليه شويه شوائب عشان يبان انه دهب خام. صح، دي عندك حق. طب انا هقول لك سيب لي انا الموضوع ده خالص، انا عندي اللي خالص. مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ من ساعة ما جيت وانت قاعد تحت في المكتب. الحقيقة عندي شوية شغل كتير اليومين دول مع الأستاذ الطويل، وفي شوية أوراق عندي كده براجعها. شكلك كده ناوي تعمل قلبان في البيزنس بتاعك، جايب المحامي بتاعك ومقعده جنبك. ولا قلبان ولا حاجة، أنا بس بظبط شوية حاجات مادام نويت أكمل الشغل ده. أنت اللي شكلك مروقة. ما بتحبنيش وانا رايقة؟ بالعكس، ده أنا بتاع الروقان كله، ومادام إحنا بقى في سكة الروقان دي يا ريت تهتم بالعزومة شوية. لا مش ههتم إلا لما أفهم. تفهمي إيه؟ أنت عامل العزومة دي ليه؟ ولمين؟ أبدا، أعملها لكل الناس المهمين الموجودين هنا في المارينا، وبرضه علشان الناس دي تقعد وتجتمع مع بعضها يشوفوا هيعملوا إيه وهيتصرفوا إزاي الأيام اللي جاية، وأكيد هنتعرف على ناس احتمال يبقى في شغل بيننا وبينهم. يعني أنت عازم كام حد كده؟ كتير الحقيقة. أنا قلت لسامح يفرز كل الناس اللي عنده ويشوف الناس المهمين الموجودين في المارينا ويعزمهم كلهم، يعني تقريبا هيكون من 60 ل 70 فرد. وبتفكر تقدم لهم ايه؟ انا سايب الحكايه دي بقى عليك انت، عايزك تشوفي مطعم لطيف كده تتفقي معاه على كل حاجه، وهو كمان اللي يعمل السيرفيس، على شرط انها تبقى عزومه شيك تليق بينا وبالناس اللي جايه. حاضر حياتي. اغير وجهك. نهار اسود، انا مش فاهم حاجه يا شريف. ولا انا فاهم حاجه، المهم انه مش اكيد في جهه سياديه ولا حاجه. هو بس هيضحك علينا ليه؟ ده الراجل عمال يعمل لنا في خدمات وما بياخدش حاجه.
حتى في البار نيجي نعزمه يصر ان هو اللي يدفع. وبعدين يا اخي بقول لك ده صاحبي من ايام المدرسه، لا يمكن يضحك عليا. بقول لك ايه، انا مش متاكد من حاجه، اللي قلته لك ده قاله سمير ويليام. هو احنا هنصدق سمير ويليام ليه؟ ما جاي سمير ويليام ده هو اللي بيضحك علينا. وهو يكذب علينا ليه؟ عايز يا اخي شهر بفاضل لاي سبب. يا عم اللي انت بتقوله ده ايه؟ ده مهندس استشاري كبير وعميد كليه الهندسه سابقا وكان نائب رئيس الجامعه، يعني هيلفق حاجه ضد شغله؟ يا عم عميد ايه بس واستشاري ايه؟ واذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل يا شريف. فاضل ده تحت ايده بيزنس الدنيا والاخره، لا يمكن يعني يفرق معاه اي حاجه. اللي قلته لك دوره في دماغك، نبقى نتقابل ونتكلم فيه الصبح. تصبح على خير. انت من اهله يا سيدي. مالك؟ شريف قلب لي دماغي بدون اي لازمه. قال ايه؟ فاضل ابو الروس مش جهه سياديه. ومين قال له كده؟ سي سمير ويليام يا ستي، واحد عرفناه كده على الماشي في البار. معتز، انت عمال تطلع طاقه سلبيه، ما تطلع تبص للبحر للشجر، تحاول تنسجم مع الطبيعه بقول لك ايه يا شويه. ألفت، حل عن سمايا السعادي، انا دماغي هتطلع نار. طب قولي، انت مالك بس عشان اعرف اساعدك؟ مين ده اللي صدقه واكذب صديق عمري؟ اكذب فاضل ابو الروس حبيبي؟ ده انا اعرفه من سنين، ده احنا كنا شله واحده وفي مدرسه واحده. اصدق واحد هيلا كده لسه عارفه من كام يوم في البر؟ لا طبعا ما تصدقش واحد لسه عارفه في البار، بس برضه ما تبالغش، انا اول مره اسمعك بتتكلم عن فاضل الايام اللي فاتت بس. يا ستي فهميني، ما كناش بنشوف بعض بقالنا سنين، بس انا وشه في دماغي. اول ما شفته حسيت اني اعرفه وما صدقت انه فكرني بنفسه. ده احنا كنا اصحاب عمر، شله واحده بقول لك من ايام المدرسه. لو عاوز تفكر بهدوء علشان تلاقي حل يبقى لازم تتخلص من التوتر اللي انت فيه ده. يعني بص هقولك على تمرين هيضيع التوتر ده تماما. انت تقلع هدومك كلها وبعدين تنام على الارض وتفرد جسمك، والارض دي تكون رخام مش خشب، والمكان ما يكونش ليه سقف، وتبص للسما كده لمدة 10 دقايق من غير ما تفكر في اي حاجة. والله هتحس براحة عمرك ما حسيت بيها قبل كده. صدق من غير ما تحلفي. بس بقول لك ايه، ما تروحي كده ادخلي جوه اعملي لك اي حاجه عشان عايز اقعد مع نفسي حبه لوحدي. بقى كده يا معتز، والله انا سايباك تتفلق. خلي الكائنات الفضائية بتاعتك دي تحللك مشاكلك. انا اللي عايش برضو مع كائنات فضائيه؟ لا انا مش مستحمل، انا لازم اروح له واعرف منه الحقيقه. رجب أؤمر يا فاضل بيه. شوف مين يا ربنا. وبعدين ده الأستاذ معتز. استاذ ايه اللي جابه تاني ده؟ طب روح هاته. يا عم قلنا بعيدوه عن هنا ولا حطوه في اي حته. استاي بعدين بس ما تخافش، مش هيعمل لك حاجه. تعال اتفضل. يا اهلا يا اهلا. معلش جالك متاخر كده ومن غير ميعاد. يا راجل انت بتقول ايه؟ انت تشرف في اي وقت. انما مالك يا ميزو؟ شكلك متوتر كده ليه؟ تعالى اعمل لك كاس. لا ملياش دماغ لكاس. يا راجل انت يعني انت تشرب الصبح وما تشربش بالليل، امرك عجيب فعلا. عامل لك كاس صغير. بس بصراحه انا مش عايز اعطلك، انا في حاجه كده قلبه دماغي ومش فاهم. مالك يا ميزو؟ هو انت مش بتشتغل في جهه سياديه؟ يا
السؤال الغريب ده؟ مش مهم السؤال، المهم الإجابة. لا مفيش إجابة من غير ما أفهم السؤال. أنت مش تعرف الدكتور سمير ويليام؟ أعرف. حلو. ده كان قاعد بقى النهارده مع شريف صاحبي، قعدوا يدردشوا مع بعض وهات وخد في الكلام، جت سيرتك. قال له إن أنت كنت بتشتغل معاه وعامل معاه بيزنس وعندك توكيلات وحاجات من دي يعني. فيها إيه دي؟ ألا فيها إيه إزاي بس؟ إزاي كده وإزاي بتشتغل في جهة سيادية؟ هو أنا عمري قلت لك إن أنا بشتغل في جهة سيادية؟ نعم. أنا عمري قلت لك إن أنا بشتغل في جهة سيادية؟ وبعدين هو أنا لو بشتغل في جهة سيادية هقول لك اسكت يا ميزو، مش أنا بشتغل في جهة سيادية؟ ثم مين قال لك إن اللي بيشتغلوا في جهة سيادية ما بيكونش عندهم شركات أو توكيلات؟ أمال هيغطوا نفسهم وشغلهم إزاي؟ صحيح. طب وش بس يا ريت بقى انت والشريف تاخدوا بالكم من سمير ويليام ده، يعني ما تغرقوش قوي معاه. العين عليه من زمان ولسه هتزيد اكتر اليوم اللي جايين. ليه ماله؟ يعني الحواديت بتاعت الامريكان والتمويلات الاجنبيه، المواضيع اللي انت فاهمها دي. غريبة أوي. يعني أنت تشتغل في جهة سيادية وعامل التوكيلات ديت عشان تغطي بيها نفسك، صح؟ يا عم جهة سيادية مين؟ انت هتقولني كلام انا ما قلتوش. الله. صح، عندك حق والله، ما ينفعش تقول، صح؟ ما ينفعش تقول حتى لو كان لصاحبك اللي بقاله يعرفك يجي من 30 سنة، صح؟ ده بالذات بقى صاحبي اللي انا اعرفه من 30 سنة واكتر، واللي من ساعة واحدة بس كنت قاعد انا وهو بنخطط عشان مناجم الدهب وغسيل فلوس، ولا ما ينفعش يجي دلوقتي ويقول لي انا بشتغل ايه ولا ايه؟ عندك حق، صح فعلا، عندك حق فاضل. الله يدعقه بقى يا شريف، قلب دماغي يا اخي. عايز تعرف انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل صاحبك يا معتز، صاحبك اللي يخاف عليك زي ما بيخاف على نفسه بالظبط، صاحبك اللي لو شافك واقع في مصيبة هيفديك بروحه، عشان عارف ومتأكد انك هتعمل كده بالظبط لو كنت في مكانه. صاحبك اللي عرفك وعرفته وانت عيال صغيرين وقلبكوا ابيض زي البفتة، ما فيهوش نقطة سودا واحدة، وعشان كده الأخوة والمحبة فضلوا عايشين جواكوا مهما عدى من زمن وانتوا بعيد عن بعض. عرفت بقى أنا مين؟ أنا صاحبك، صاحبك من زمان. أنا بحاولك 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 يا أخويا، أنا أستاهل ضرب الجزمة عشان سمعت كلام شريف ده. لا 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 لا، بص، شريف عمل الصح علشان خايف عليك، عشان بيحبك. على فكرة شريف ده صاحب كده، بس زي ما قلت لك خدوا بالكم انت وهو من سمير ويليام، يعني ما تبقوش في الأمان قوي كده معاه. حبيب قلبي. اشرب يا ميزو. اتفضل يا محمود بيه. يا ريت بقى حضرتك تقول لي هتحتاج ايه وانا هجهز لك كل حاجه. مبدئيا انا محتاج التعاقدات بتاعت الشركات السياحيه بالنسبه لهنا وبالنسبه للثلاث قرى التانيين، تمام. والموقف المالي بتاعهم والموقف المالي للشركه ككل.
مفيش مشكله خالص، انا هحضر لحضرتك كل الملفات المختصه بالمعلومات دي، وممكن كمان اخلي موظف مننا من الحسابات يشتغل مع حضرتك يساعدك لو تحب يعني. تبقى عملت فيا جميله كبيره جدا. لا على ايه بس، هو بالنسبه لحكايه الجميله دي بقى مش هتقول لي هو في ايه بالظبط؟ لا يا سامح بيه، اي استفسار حضرتك قوله لعمك. انا محامي، عندي التزامات اخلاقيه وقانونيه للموكلين بتوعي. طبعا مفهوم. طيب يا رب يكون مكتب عجبك. مش بطال يا سامح بيه. طب استاذن انا بقى. اتفضل. السلام عليكم يا علامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم سيد جوت؟ الله يسلمك. يا ابو ناديه. يا معلم. تعال. حاضر. 5 واجي لك يا برنس. خد المعلم وجوت توصل مشوار زي ما قلت لك، والعزومه معاك اهي. حاضر يا معلم. ما تنساش اللي قلت لك عليه. عينيا. طريق السلامه ان شاء الله. تسلم يا معلمه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. على فكرة ده من أحلى الأوتيلات في مدينة الغردقة. الفيو هنا هايل يجنن. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أنا من امبارح حاجز غرفة باسم كابتن أسامة. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك. ممكن الاي دي او الباسبور بعد اذنك؟ شكرا. تفتكر يكونوا في البيت ولا طلعوا على البحر؟ لا في الحقيقة ما عنديش فكرة، اتصل بشرويت وأنت تعرف. عايز أعمل لهم مفاجأة. تقليش تبقى مفاجأة حلوة يعني. طب من فضلك كمل إجراءات الحجز ونطلع شرط الغرفة. تعال أعزمك على قهوة. ايوه بالامانه يا شيخ. هاتها وتعال. اقلع يا راجل البتاعة دي، اقلع. شيخ عصام ازيك يا راجل معلم سيد. كيفك يا راجل؟ اتفضل يا مرحب بيك. والله واتجمعنا بره الزنزانه والعنبر يا شيخ عصام. ربك كريم. الشاي جاهز اهو. تسلم. عايز كم معلقة؟ معلقتين يا شيخ عصام. ايه اخبار الدنيا معاك؟ بعد الليلة السوداء اللي كان الرصاص نازل فيها زي المطر. ما تفكرنيش يا شيخ عصام، دي ليله ما يعلم بيها غير ربنا. ليلتها بعد ما هربت من اخر سور لمحتك وانت بتجري ناحية الزراعات. ندهت عليك عشان تاجي معايا، لكن الظاهر ما سمعتنيش. ساعتها ما كنتش بفكر غير ان انا اوصل البساتين ازاي عشان اشوف اي حته لا مؤاخذه اتوه فيها. انا كمان اتويت في الزراعات لحد تاني يوم، ما طلعتش منها غير لما الدنيا عتمت خالص، وفضلت الطش من هنا ومن هنا لغايه ربنا ما رزقني بناس ولاد حلال ساعدوني لغايه ما جيت لغايه هنا. الحمد لله. قول لي مين اللي دلك على مطرحي ده؟ فاضل بيه. فاضل بيه؟ فاضل بيه مين؟ هقول لك. والنبي بقى يا بابي وديني البحر. معلش يا حبيبتي خليها لبكره عشان النهارده جاي من السفر، ماشي؟ والنبي بقى يا بابا. رنا، بابي قالك ان هو تعبان لسه جاي من السفر. روحي يلا اقعدي معانا هنا عشان عايزه اتكلم مع بابي شويه. ماشي يا ماما. انا مش عارفه انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ مش الدكتور قال لك اقعد لغايه اخر الاسبوع؟ ما بتسمعش الكلام ده. انا خلاص بقيت كويس دلوقتي، ما عنديش مشكله.
وبعدين جو البلد هناك بقى مقرف قوي، وانتم كنتوا وحشني. معلش يا اسامه انا هضايقك شويه. يا ريت نعمل اللي اتفقنا عليه اخر مره قبل الحادثه. يعني ايه يعني؟ ما نشوفش بعض فتره. يعني ايه ما نشوفش بعض؟ في ايه يا شباب؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقى انا جاي بقول لكم عايز اقعد معاكم عشان وحشني واشوفكم، تقولي ما نشوفش بعض. اسامه لو سمحت من فضلك بطل انفعال. بعدين الكلام ده مش جديد، قلناه قبل كده مليون مره. وبطل بقى اسلوب العيال اللي انت بتتصرف بيه ده، لان انت اصلا مش عايز. حاضر حاضر يا شروت، هعمل اللي انت عايزاه بالظبط، هرجع مصر دلوقتي، حاضر. انا ما قلتلكش ترجع مصر يا اسامه، بالعكس انا مبسوطه انك موجود هنا جنب بنتك عشان تاخد بالك منها. يا اسامه انا تعبت. يا اسامه ارجوك حاول تساعدني، لازم نبعد عن بعض فتره عشان نقدر نتعامل مع بعض. ارجوك يا اسامه عشان خاطري، ممكن؟